أعلنت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية أن الحكومة تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. بحسب المؤسسة فقد تم استكمال خطط هذا المشروع الكبير، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الرباط وأبوجا سيمتد الأنبوب على طول 5660 كيلومترا بين البلدين مارا ب11 دولة. سيسمح هذا المشروع بمد بلدان أفريقية بمصادر الطاقة، مما سيسمح بتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي. معنا من الرباط الآن الخبير في الشؤون الأفريقية المساوي عجلاوي. أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغربية. بداية، هذا المشروع وصف بأنه طموح، وهو فعلا طموح، لأنه إذا ما افترضنا أن الدول التي سيمر بها أنبوب الغاز هذا ستستفيد منه أيضا، فإن السؤال هنا عن مدى استفادة الرباط مما سيتبقى من كميات الغاز التي ستضخ في هذا الأنبوب. وهل لدى نيجيريا فعلا هذه القدرة على تصدير هذه الكميات من الغاز؟ لا يطرح الأمر بهذا الشكل. مدى قدرة هذا الأنبوب على صب الغاز نحو دول غرب إفريقيا، بل المشروع كما قلتم طموح، بأن نيجيريا تريد تصدير غازها إلى أوروبا، وأن هذا الأمر فيه أبعاد مختلفة. فيه البعد الإفريقي، أولا هو تعبير عن مشروع الاندماج الاقتصادي لمنطقة ستعلن فيما بعد إن تم نجاح هذا المشروع ستسمى شمال غرب إفريقيا. الإشكال ليس هو إيصال ما مقداره كم من برميل غاز إلى المغرب أو إلى أوروبا أو إلى دول أخرى، بقدر ما يهدف إلى إدماج دول بحاجة إلى هذا الغاز من أجل كهرباء هذه الدول. هناك إشكال كبير في الكهرباء. الكهرباء تؤدي إلى تثمين الاقتصاد، إلى التنمية الاقتصادية، إلى تثبيت. تتحدثون منذ قليل حول الهجرة أن نسبة 20% من الشباب الذين يهاجرون إلى أوروبا من الأفارقة يأتون بالخصوص من دول غرب إفريقيا. لكن يا سيدي، هناك بعد جيوستراتيجي، هناك دعم دولي لهذا المشروع، لأنه أولا سنستفيد منه نيجيريا. هناك مشاريع أخرى الآن تم اكتشاف احتياطات هائلة من الغاز والبترول في مصب نهر السنغال، هي بحاجة إلى التصدير. هناك أيضا المغرب عثر على عدد من حقول الغاز في المحيط الأطلسي، فبالتالي سيستفيد منه بعض الدول التي سيمر منها، وأيضا سيستفيد من الدول المصدرة. ناهيك كما قلت منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة كثيرا من مشروع الغاز الروسي نورد ستار 2، والذي عارضته إدارة ترامب وتعارضه الآن إدارة بايدن، والذي هو موضوع توتر بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وإدارة ترامب وبايدن فرضت عقوبات. هذه نقطة معروفة، انزعاج أمريكا من أنه هناك الغاز الروسي يصل إلى أوروبا، وإن كانت ألمانيا ليست على نفس هذا الانزعاج. هناك مشاريع شرق المتوسط التي تراهن عليها أمريكا ربما لكي تكون بديلا هنا، لكن أن نتحدث عن نيجيريا وغرب أفريقيا، وأن يكون البرنامج فعلا طموحا لأن يصل إلى أوروبا، هنا نتحدث عن الجدوى الحقيقية، أو حتى لا تكون الآمال، سقف الآمال والطموحات مرتفع أكثر من الحقيقة. لأنه إذا بدنا نحكي شوي بصراحة، نيجيريا لديها مشاكل سياسية ومشاكل في الشفافية، وبالتالي الاعتماد عليها إلى أي درجة يمكن أن يكون واقعيا في هذا الإطار؟ أولا، نيجيريا هي دولة أول اقتصاد في إفريقيا، 500 مليار دولار الناتج الداخلي الخام، هي من أكبر الاحتياطات في الغاز في القارة الإفريقية. نيجيريا 50% من عائداتها تأتي من البترول والغاز بالخصوص، فبالتالي لماذا لا ننظر إلى هذا الأمر مهما كان من مسألة الشفافية ومسألة الاستقرار ومسائل أخرى، أن هذا الغاز سيساهم في تثمين
اقتصادات دول 12 دولة بالخصوص. أيضا أن هذا الأنبوب سيدخل في إطار ما تم الاتفاق عليه داخل الاتحاد الإفريقي من منطقة التبادل الإفريقي الحر. فهذا الأمر سيؤدي إلى خلق كما قلت دينامية اقتصادية جديدة، ولكن الأساس لا يمكن كذلك أن نفصله عن الأهداف الاستراتيجية. ذكرت سيدي العزيز منذ قليل الاكتشافات الهائلة في الشرق المتوسط، ولكن لا يجب أن ننسى أن الشرق المتوسط هو منطقة توترات. أنت تعرف ما يقع الآن بين تركيا وإسرائيل ومصر وليبيا، هذه أشياء كلها. فالولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا الدعم وخصصت في إطار برنامج بروسبر أفريكا خصصت ملايير الدولارات لدعم هذه المشاريع، بالخصوص مشروع أنبوب الغاز. ثم أن التوقيع تم هذا التوقيع في العام 2016، وكانت هناك دراسات جدوى وكان هناك اتفاق لمجموعة دول غرب إفريقيا، وهذه الدول لا يمكن أن تتفق على شيء فارغ بل تتفق على قرار لأن له انعكاسات إيجابية. والآن رئيس شركة البترول النيجيرية يوسف عثمان أعلن قرار بدء التمويل النهائي، أي أن المشروع يا أخي العزيز لا يتحدث في الجدوى الآن، التحدث في الغلاف المالي الذي سيتم به إنجاز هذا المشروع. وكما قلت لك هناك دراسات عديدة وكلها لجأت إلى الاختيار الإفريقي، بمعنى أن هناك طريقان، إما طريق نيجيريا عبر الجزائر نحو أوروبا، أو الطريق نيجيريا عبر دول غرب إفريقيا والمغرب. وكان هناك انحياز للاختيار الإفريقي، طيب هنا داخل الاختيار الإفريقي أستاذ موساوي، هذه نقطة الانحياز هنا انحياز اقتصادي وسياسي، لأنه هذه الدول أيضا نعرف أن فرنسا كان عندها مشكلة أيضا في ضبط الأمن هناك في هذه الدول في الساحل. هل تعتقد بأنه أيضا هذا المشروع له دخل هنا من أجل محاربة أيضا التطرف من خلال التنمية لهذه الدول؟ في الدقيقة المتبقية لو سمحت. يا صديقي، أنت كم مرة تحدثت عن هذه الجماعات الجهادية والجماعات الجريمة العابرة للحدود، وكان هناك اتفاق كما استقبلت من ضيوف. الجميع يؤكد أن حل هذا لا استقرار سياسي وأمني ليست بمقاربة أمنية بل بمقاربة اندماجية اقتصادية. وهذا المشروع يدخل في هذا السياق. بدون تنمية اقتصادية ستظل منطقة الساحل والصحراء منطقة تصدعات، وستظل منطقة غرب إفريقيا منطقة مصدرة، رغم أن فقط 20% من الهجرة نحو أوروبا. فبالتالي الجميع الآن يكاد هناك اتفاق على جدوى هذا المشروع. أشكرك شكرا جزيلا على جميع. وادعوا لنا بالتوفيق، بالتأكيد بالتوفيق إن شاء الله. هذا مشروع طموح ومهم جدا وذو فوائد كبيرة. حاولت أن أشكك فيه قدر الإمكان، لكن أجوبتك قوية فعلا من أجل طمأنة المشاهدين على مستقبل هذا المشروع. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من المغرب الخبير في الشؤون الأفريقية المساوي عجلاوي. أهلا، شكرا.